السباحة. وجد هذا الطفل مع أخيه الأصغر في أحد ملاجئ محافظة بغداد مع بداية حرب تحرير العراق عام 2003. عثرت عليهما سيدة أسترالية تدعى موري كيلي، مؤسس جمعية الأطفال أولا الأسترالية. جلبت هؤلاء الأطفال من العراق بطريقة لا يستطيع أي منا تصورها أو فعلها. لما كان العراق عليه من الفوضى والتدمير، إلا أنها جلبت هؤلاء الأيتام ببالغ الشجاعة والإيثار. قامت على علاجهما والسهر عليهما حتى تماثلا إلى الشفاء، وبعد ذلك رفضت عودتهما إلى العراق وقامت بتبنيهما، فكانت لهما نعم الأم الحنونة والإنسان العظيم. هم ومعهم المئات من جميع أصقاع الأرض ومن كل الديانات والألوان. ولكن المختلف مع هذين الرجلين الآن أنهما أصبحا أبنائها الرسميين، وهي أمهم التي أغدقت عليهما كل أنواع الحب والعطف والحنان. لكن موري طلبت أن تعود معهما إلى العراق كي تبحث عن أهلهما الحقيقيين عندما تبلغ أعمارهما السن القانونية، علما أنهما أصبحا من المتميزين في استراليا، حيث أن هذا الشاب كان قد شارك برياضة السباحة منافسا على مراكز متقدمة، والثاني يعبر إلى المرحلة الثانية في مسابقة برنامج غنائي يعد من أشهر البرامج العالمية. ونحن في الوقت الذي نقف إجلالا لهذه السيدة العظيمة، فإننا نناشد المسؤولين العراقيين بأن يعملوا على تسهيل مهمة هذه الإنسانة الحقيقية كي تجمع هؤلاء الشباب الآن بأهلهم الأصليين، فإنهم أبناء العراق أولا، وقد دفعوا ثمن ذلك الانتماء بأن تقطعت أوصالهما بسبب حماقة حكام النظام المباد. لذا نطالب الخيرين بأن يحققوا أمنيات السيدة موري كيلي، فهي تستحق من الوقوف إجلالا وإكبارا لأم أبنائنا التي لم تلدهم. أبدى المواطنون في محافظة النجف الأشرف استياء